السلجوقي. عثمان كان بيحب الشيخ بتاعه جدا وكان بينام عنده في البيت. وفي يوم من الأيام نام عثمان وحلم حلم غريب جدا، وهو إنه بيطلع من صدره هلال، والهلال ده بقى شجرة كبيرة، وفروع الشجرة دي ظللت على العالم كله، وكان تحت منها 3 جبال، وبيخرج منها نهر النيل ودجلة والفرات والدانوب. فراح عثمان للشيخ إيدا بالي وقال له الحلم. فالشيخ قال له: يا ابني انت هتبقى ملك وهيجي من نسلك ملوك يحكموا الارض بعدلك. وبعد وفاة ارطغرل اتولى عثمان مكانه وبقى قائد في الجيش السلجوقي، وبقى هو قائد عشيرة قايي. وبتحكي بعض المصادر التاريخية ان عثمان ما كانش الاحق بزعامة العشيرة، وان في صراع حصل بينه وبين عمه دندار قلب، لكن عثمان قتله. وبدأ عثمان يهاجم مدن البيزنطيين وضم مدينة إناكول لحكمه، وبعدها مدينة كوراجاك حصار، ودي كانت أهم مدينة فتحها عثمان في الوقت ده. لكن سلطنة السلاجقة كانت بتضعف، وده اللي خلى عثمان يستقل بحكمه عنهم سنة 1299، وده اللي خلاه يأسس دولته الخاصة بعد كده. وبدل ما يحارب القبائل التركية اللي مسيطرة على الأناضول، فضل إنه يستغل ضعف الدولة البيزنطية ويسيطر على أراضيها، وضم مدينة بورصة لحكمه، وفضل يثبت أركان